يسعد لي أوقاتكم أصدقائي مكافحي النشاز، والله يبعد عنا وعنكم كل شر وكل نشاز. إن شاء الله تكونوا بألف خير وسلامة يا رب، أنتوا وأهليكم وأصحابكم دائما دائما. اليوم حابب أحكي عن حفل توزيع جوائز جوي أووردز يلي صار بالمملكة العربية السعودية. حفل صراحة ضخم، تنظيم هائل وجميل جدا. الإضاءة، الموسيقى، يعني صراحة حفل عالمي، ما فينا نقول عنه حفل عربي. رائع من كل النواحي، والنجوم اللي شفناهم فيه والفنانين والممثلين يعني فعلا انبسطنا. يعني كان في مجموعة وخليط كتير جميل بهالمهرجان. هلا انا كونا القناه تبعي بحكي فيها عن الفن والموسيقى، اكيد انا ما راح اتطرق غير للموضوع الموسيقي اللي صار بهالحفل، او تحديدا تقديم جائزه افضل اغنيه للشامي. طبعا السوشيال ميديا ضاجه بالموضوع، وناس دين يعني في عالم مسبات وما مسبات وكذا، وعالم بتأيد وعالم بتعارض وعالم ما عجبه وعالم. نحن ما بدنا نفوت بهالتفاصيل هي في يعني الحكي عم يكون كتير عشوائي انه عن موضوع هالجائزة. شوي انا راح احكي من ناحيتين، فنية وناحية مشاهدات واعلام و اوكي. اول شيء الشامي هو شاب صغير، يعني الشيء اللي قدمه انا برأيي والنجاح اللي حققه مرعب صراحة. يعني الله يوفقه بحياته، وإن شاء الله من تقدم لتقدم. بتمنى تكون هالخطوة هي لحتى يفكر يعمل شيء حلو، لأنه هذا الشيء اللي عامله أساسا هو فنيا صفر ولا شيء، بس قدر يعمل مشاهدات، قدر يجيب شيء، قدر يعمل من واحد عمره بهالعمر كتب كلمات عشوائية مثل كلمات الأغنية اللي أنا ما فهمت منها شيء صراحة. كلمة من الشرق، كلمة من الغرب، مخارج الحروف عنده بده شغل كتير، لفظ الكلمات عنده بده شغل كتير، صوته بده شغل قد ما بدكم يعني. هي من الناحية الموسيقية، فقدر يجيب هالمشاهدات وقدر يوصل لهون ويعطوه جائزة. هذا إنجاز مرعب بالنسبة لشاب بعمره. أي حدا بيتمنى يكون مطرحه على فكرة، أي حدا بيتمنى، ورح يكون في كتير شباب بكرة مع الأيام بدها تحاول تعمل مثله. هون الكارثة بقى، هون المصيبة صراحة، انه بدها تعمل مثله، بدها تنشهر بهالطريقة هي، انه تعمل الغنية كيف ما كان يمين يسار يلا وبتزبط معه. بس نحن ما بدنا كمان نظلم للشاب ونقول انه ما عنده شيء، لان لو ما في عنده شيء ما وصل لهون. عنده شيء، اشتغل عليه. كلمات بالنسبة لإلي انا، وبالنسبة لأي شاعر اغنية، وبالنسبة لأي حدا بيفهم بالفن بيعرف انه هي كلمات ما لها طعمة، يعني مو مفهوم راسها من رجليها. كلمة من المغرب العربي، كلمة من افريقيا، كلمة من الصين، في شغلات ما فهمت انا شو عم يقول. دحي دح 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 تع 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 تع، ما بعرف هدول شو دخلها بيا ليل ويا العين. بعدين يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا، يا هيدا 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 مثلا. في شغلات غريبة يعني كانت عم تصير بقلب الأغنية ما قلنا فيها. مخارج حروفه بدها تظبيط، الكلمات مظبطة. هي بالنسبة للكلام يعطيكم العافية. اللحن، شو هو اللحن؟ إذا شلنا الإيقاع، هاي هي مهوينا، كل الغنية هيك. طيب سؤالي لمهرجان جوي أووردز، يعني منطقي انه اغنية هيك لحنها بتقولوا له تعطوها جائزة افضل اغنية؟ لا، هذا شيء مو منطقي بقى. مين عم يقيم انه هي افضل اغنية؟ بدنا نعرف نحن. انتوا سألتوا الاولاد اللي موجودين مثلا على التيك توك والمراهقين الموجودين على التيك توك انه شو رايكم مين افضل اغنية؟ الشامي 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 الشامي، صار يطلع صدى شامي 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 شامي. قاموا قرروا يجيبوا الشامي يعطوه جائزة. فنيا مستحيل يكون انعطت هالأغنية لأنها أغنية فنية مرعبة أو رهيبة. لا، هي الأغنية العالم رقصت عليها، بلشت العالم تعمل عليها فيديوهات، ترند ما ترند، جابت مشاهدات عالية والعالم حفظتها، بس ما حدا فكر فيها إنه شو هي الفكرة. يعني مثلا من فترة طلعت من كم سنة أغنية هي لما الشريف، يما أنا اللي يريده عقلاته وشغل إيده، هو بيشرب حالي بنيده. اختفت
ضربت الدنيا كمان على التيك توك هذيك، وغلاظة وسآلة ومياعة واختفت راحت. بعدين اجا امجد جمعة، انا لما بحن النبر النبج النبز النبر النف النبج النبر النبز النبج 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 طحن قهوة وبشرب. فممكن يكون الشامي متأثر فيهم وعمل غنية يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. وصلت الفكرة؟ يعني هي كلها عملية ما في عمل فني، ما أنا أغنية فنية موسيقية أو شيء هيك، يعني شغلة هيك زبطت وجابت وضربت وجابت مشاهدات. مثل بالزمانات مثل هلا بالخميس ترى، رغم انه هلا بالخميس لحن جدا جميل على فكرة، بس كمان هي كانت شغلة هيك صغيرة والشاب انشهر. بس يعني اللي غنى هلا بالخميس صراحة ماني متذكر اسمه، صوته حلو متمكن، لكن اللحن حلو والتوزيع حلو تبع كلمة تبع هلا بالخميس كانت. ف بس انه توصل الموضوع انه ينعطى جائزة، هي اللي ما ظابطة نهائيا. نحن معنا كموسيقيين انه انتوا عم تشجعوا بالمختصر الشديد، انتوا عم تشجعوا اي واحد عمل اي عمل، خليه يجيب مشاهدات باي طريقة بدك اياها، ساوي اللي بدك اياه ونحن بنجي بنعطيك جائزة. طبعا هلا في العالم هذول بتلاقيهم هاجمين على السوشيال ميديا، انتوا ما بتفرحوا لابن بلدكم. يا اخي شو دخل للفن بتبع انتم ما بتفرحوا لابن بلدكم؟ هدول نفسهم ما بيطيقوا الواسطاتها. ما هي كلمة ابن بلدي بدي انا افرح له هي اسمها واسطة، لانه ابن بلدي بدي افرح له حتى لو عمل كارثة فنية مثلا، حتى لو كان عامل شغلة اساسا ما أنا حلوة. يعني مثلا انا ابن حارتي اذا انشهر انه هو بيرقص بالكلسون، او ابن جيراني انشهر انه هو بيرقص بالكلسون، وهالفيديو تبعه انتشر وجاب مشاهدات كبيرة وكذا، واجوا والله بجوي اووردز بدهم بقال يكرموه يعطوه جائزة افضل من رقص في الكلسون، بنبسط له بفرح له. ما هي الغنية تبع الشامي نفس الكلسون تبع هذا اللي انشهر، ما فرقت عنا شيء، هي كلسون. يعني هي فضيحة انه اغنية مثل هاي تاخد افضل اغنية. اذا هي افضل اغنية معناتها الاغنية العربية يعطيكم العافية، خلاص ما عاد في كلام. يعني انسوا شيء اسمه اغنية عربية اذا هي افضل اغنية. للأسف الجائزة اللي انعطت لهي الأغنية إن هي أفضل أغنية، برجع بقول الموضوع ما هو شخصني للشامي، برجع بقول الشامي شاب صغير عم يحاول يعمل شيء الله يوفقه بحياته. عم بحكي عن الأغنية، إنه جائزة بتنعطى لهيك أغنية بهيك مهرجان ضخم فيها نجوم من هوليود نعطوا جوائز، وفنانين سوريين ومنهم الست العظيمة منى واصف انعطت جائزة. يعني معقولة يا ليل ويا العين تنعطى جائزة والست منى واصف تنعطى جائزة؟ يا ترى يلي قرر ولجنة الحكم العظيمة هي نفسها قررت تعطي للشامي جائزة يا ليل ويا العين انه افضل اغنية، ويعطوا الاغنية يعطوا جائزة للفنانة منى واصف مثلا؟ لاحظتوا الفكرة شو الشيء المزعج بالموضوع؟ معناتها قديش هالجائزة ما لها قيمة، معناتها ما لها قيمة اذا الموضوع هو بس انه مشاهدات ويلا وشو ما كان. بعدين بالمهرجان شفنا جايين يوتيوبر غلاظ دمهم تقيل. يعني مثلا هاي شو كان اسمها يا الله بس حدا يذكرني، يوتيوبر نارين يمكن اسمها جاي. طب نار هي شو جاي تعمل بهيك مهرجان؟ شو قدمت للمجتمع؟ حمد ربي اللي مجابين بيسان كمان كانت كارثة عظيمة يعني. واكيد ما تستبعدوا السنة الجاية تجي بيسان جائزة اسأل يوتيوبر مثلا. فبغض النظر عن كل شيء صار، ألف مبروك يعني للشامي ونجاح عظيم. بتمنى انه يقدم شيء حلو لقدام مع التقدم بالعمر والتركيز ويصير في عنده إدارة. يعني خلونا نرجع لورا شوي لستار أكاديمي. أسخف من ستار أكاديمي ما كان فيه، طلع منه نصيف زيتون. إذا بنشوفه بستار أكاديمي بترجعوا لورا للفيديوهات وتشوفوا السآلة والغلاظة اللي كانت عم بتصير بستار أكاديمي. اليوم ناصف زيتون صار نجم، وصراحة اشتغل على حاله، اشتغل على صوته، جاب أغاني حلوة، شركة إنتاج مهمة عم اشتغلت له، مدير أعمال كذا. ما تستبعدوا الشامي يصحى لحاله يصير يعمل فعلا شيء حلو، وما كتير يطق عاله انه هو اخذ هاي الجائزة لانه مبين القصة تمسيح جو شغل اولاد. يعني هي الجائزة اخذها ولدني لا اكثر ولا اقل. وهي هي كل الفكرة يا اصدقائي، ويسعد لي اوقاتكم يا اصدقائي مكافحي النشاز. الله يبعد عنا وعنكم كل يا العين من بعدك عمر ما هو يا تعا 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 تعا